هعمل معاكم النهارده احلى فته. طبعا كلناها امبارح، مفيش حد فينا امبارح ما كلش فته. كل سنه وانتم طيبين. هنزل لكم بقى الفيديو النهارده. زي ما انتم شايفين كده انا معايا حله على النار، تمام. وهشوح اللحمه. انا بحب اشوح اللحمه الاول على طول قبل ما اسلقها. بس احطها زي ما انتم شايفين كده في الحله، واحط معاها حته زبده ونشوحوها كده تشويحه خفيفه كده بس تغير لون. بعد كده ننزل بقى بالميه بتاعتنا على طول. كل سنه وانتم طيبين يا بنات. شوف بقى مين فيكم عمل فتة زي بتاعتي. طريقة جميلة جدا. انا زي ما انتم شايفين كده خلاص شوحت اللحمة وحطيت المية عليها وبصل وطماطم، تمام. بقى هنا معاكم دلوقتي بنقص العيش اهو حتت صغيرة عشان هحطه في الفرن بحتة زبدة وهحمره في الفرن. بس زي ما انتم شايفين كده قطعته. كانت اللحمة طبعا عندي اتشوحت خلاص، وحط عليها بصل وطماطم والبهارات بتاعتي خلاص. طبعا انا مش اول مره اسلقها معاكم، عملناها مع بعض قبل كده بنفس الطريقه. انا لحمتي بنفس الطريقه على طول بعملها بنفس الطريقه كده. حطيت بس عليها بصل وطماطم وفلفل اسود وملح على طول بحطه في الاخر بعد ما اللحمه تستوي. بس حطيت حته زبده وزي ما انتم شفتوا على العيش. هندخله الفرن بقى دلوقتي يتحمر ونشوفوه بعد ما يطلع. هنا بقى انا معايا في الحله توم، تمام. حطيت حته زبده برضو عشان حته الشكل ما اتصورتش مني، بس هقرب لكم الكاميرا واوريكم بعد ما انا حطيت الصلصه عملت ايه. هنا بنحمر التوم. انا هعمل صلصه حمرا عشان نحطوها على الفته من فوق. لازم تجربوها يا بنات بالطريقه اللي انا عملتها دي، طعمها كانت تحفه جدا امبارح. الف هنا وشفا على اللي كلوها، كانت جميله فعلا يا بنات. لايك وشير للفيديو يا بنات عشان اوصلكم كل جديد. وصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اهو بحمره بهز الحله كده. انا ما بحبش اقعد اقلب فيه. هنا كنت حطيت الصلصه ما جاتش في التصوير. انا برر لكم الكاميرا اهو. بعد ما الثوم اتحمر انا حطيت الصلصه، تمام. وحطيت عليهم شويه خل. يعني الثوم اتحمر حطيت الاول خل، بعد كده نزلت بالصلصه، تمام. وحطيت فلفل اسود وسبع بهارات، دي سبع بهارات وفلفل اسود وملح، بس كده. بس طبعا سيبها تتسبك، وبعد ما تتسبك هنطفي عليها على طول. يعني اول ما تاخد غلوتين زي ما انتم شايفين كده خلاص بنطفي عليها اهو زي ما انتم شايفين كده خلاص. انت ماشي نعمل الرز معايا. طبعا هنا في الحله سمنه، ماشي. سبتها يعني تحدق شويه، تقدح شويه تقدح، يعني تسخن شويه على النار. السمنه تسخن شويه على النار، وبعد كده ننزل بالرز بتاعنا. محدش هيعيب عليا يا بنات في الكلمه انا قلتها. نسيبها تسخن على النار، وبعد كده ننزل بالرز بتاعنا. انا كان معايا 4 كوبايات صغيرين غسلاهم ومصفياهم. طبعا الرز اللي هو زي بتاع مصر ده انا بحب اغسله. انا بحب جدا الرز بتاع القرص بين. بس انا بشمعه بقى مع السمنه كويس، يعني بخليه الاول ينشف شويه مع السمنه عشان ما يعجنش مني، عشان ده طبعا رز فته. بس وهنزل بقى بالشوربه. هحط نص المعيار شوربه ونصه ميه، تمام. زي ما انتم شايفين كده بكوبايه اهو. دي شوربه اهو، بقول لكم دي شوربه اهو. بس ننزل بنص المعيار شوربه. ماما ميا مش زوري اصلا يعني وجعني. بس نص شوربه ونص ميه. بس هنزود الميه.
لايك بقى وشير يا بنات للفيديو بتاع الاكل. فيديوهات الاكل عندي بداتوا انتوا تنسوها وتطنشوها وتستنوا مني الفيديوهات التانية اللي انا بنزلها لكم بتاعت المشتريات والكريمات والسوبر ماركت والحاجات دي، تستنوها اكتر من الاكل طبعا. زي ما بتفعلوا الفيديوهات دي كمان فعلوا فيديوهات الاكل يا بنات. بس هنا بقى معايا اللحمه بعد ما سلقتها خالص زي ما انتم شايفين كده، حاطه في الصينيه وهحط عليها معلقتين من الصلصه اللي هي بتاعت ايه، بتاعت الفته. احمرها بصلصه الفته، طعمها تحفه يعني. بصوا زي ما انتم شايفين كده، انا كنت سلقتها بقى خلاص، حاطه في الصينيه اللي قدام منكم ديت، وهحط عليها معلقتين من الصلصه الحمراء اللي احنا عملناها للفته، وهنعملها بالفرشه كده من فوق الوش وندخلها الفرن على طول. تبقى طعمها تحفه يا بنات. عايزه اقول لكم لما تحطوا معلقتين صلصه عليها من صلصه الفته، لازم تجربوها بالطريقه دي، تحفه فعلا. بس كده انا حبيت اوزع كل صلصه على اللحمه، وبعد كده بقى ايه هحطها في الفرن. هنا بقى معايا العيش بعد ما اتحمص خلاص، حطيته هنا في الصينيه الصغيره دي، وهنزل عليه بكبشتين شوربه. تمام، انا مسخنه طبعا النار، هنزل بكبشتين شوربه كده عليه. تمام، بس نقلب كده تقلبتين، وبعد كده هننزل بكبشتين برضو من الصلصه اللي احنا عملناها، هنحطها من فته من فوق. الطريقه دي بتخلي العيش طعمه حلو جدا ومتحمص، غير انك ممكن تحطيه في الصينيه وتحطي عليه شوربه بيعجن. الطريقه ديت بتخليه ناشف لسه زي ما هو ماسك نفسه، وهو حتى كمان تحت الرز. طريقه سهله وسريعه يا بنات، ولازم تجربوها بجد. لو جربتوها بالطريقه دي جميله جدا. يعني ما كانش فته امبارح يعمل الفته النهارده بالطريقه بتاعتي. هو انا بسجل الفيديو الصبح عشان انزله لكم على طول. احنا خلاص بصوا هما كانوا تقلبتين كده صراع وخلاص. بس هنبدا بقى نجيب بقى الصينيه ونرص الفته بتاعتنا للقمر دي. نزلنا بالعيش الاول، اهو نوزعه في الصينيه كويس كده، وهننزل عليه بكبشتين برضو من الشوربه. تمام، كبشتين برضو من الشوربه كده فوق الوش، وبعد كده هننزل بالرز بتاعنا. تمام، احنا اول يوم العيد يا بنات بناكل فته، ما باكلش كبده ولا اي حاجه. انا بعمل زي سنه الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، كان الرسول بيفطر فته الصبح. انا بقى كنت خلاص حطيت الرز، هحط برضو عليه كبشتين شوربه تانيين من فوق. تمام. هنا بقى اهو الصلصه بقى نوزعها كده بالطريقه ديت. لايك وشير يا بنات للفيديو عشان يوصل لكم كل جديد، عشان تشجعوني كمان اكتر واكتر. اهو انا حطينا اللحمه، رصينا اللحمه وحطينا شوربه معانا برضو اللي عاوز ياخد شوربه على الفته. وبتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولايك وشير. وكنتم مع هاجر علي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.